السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا هانيين في صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشاركوا معكم واحد القصريه ديال الكسكسو اللي غادي نصايبوها بالقديد وبالبلبوله، داكشي ديال يامات زمان، ولكن بصراحه راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. نتوكلوا على بركه الله ونشوفوا الكسكسو ديالنا ديال اليوم شنو غادي نحتاجوا له. عندنا هنايا القديد. طبعا ماشي الناس كلهم كيعجبهم القديد، ولكن بصراحه انا كيحمقني القديد وكيجي رائع مع البلبوله. خدينا القديد، زدنا عليه شويه ديال الزيت صافي، وغادي نديروا الملحه. طبعا الملحه ما نكثروش لان القديد كيكون مالح، كنديروا غير واحد القياس. كنديروا معاه شويه ديال البزار، توابل ديال الكسكسو راهم معروفين، سكينجبير، هذا القزبر مطحون كنديروا معلقه حتى هو، فلفله حاره غير راس معلقه صافي. كنديروا الخرقوم البلدي، كنديروا غير راس معلقه ديال القرفه صافي. كنشعلوا عليه النار، كنخليوه غير شويه هكا يتقلى. كنزيدوا البصله ومطيشه اللي غادي تشحر لينا فيهم هذا القديد هذا. من بعد ما ديك البصيله كتذوب مع مطيشه كنرويوه وكنخليوه طبعا يطيب. عاد كنبداو نزيدوا عليه الخضره. من بعد ما تدخل لينا القديد وطاب شويه، غادي نبداو نزيدوا عليه الخضر بشويه بشويه. طبعا الخضره راكم عارفين، الخضره اللي كتكون كتشد بشويه كنزيدوها هي الاولى، وبحال القرعه وبطاطا كنخليوهم حتى من بعد. هنايا درنا الفول، طبعا الناس اللي كيعجبهم القديد راه كيجي غزال بصراحه. خيزو الخضره راه اللي متواجد، ماشي بالضروره الواحد يدير كاع الخضار اللي متواجد عنده ممكن يديروا. زدنا شويه ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للبلبوله هنا راه غسلناها وخليناها تسقطرات مزيان من الماء، باقا دابا كاع ما تفورات، دابا غير مغسوله وكتسقطر من الماء. عاد غادي نزيدو فيها شويه ديال الملحه وغادي نديروها تفور. البلبوله البنات راها كتبغي تفور على الاقل واحد 4 ولا 5 ديال المرات حتى كطيب مزيان، ماشي بحال الكسكسو العادي كنديروه 3 د المرات وصافي وكيكون موجود. البلبوله راها خاصها طيب مزيان حتى تولي رطبه. الا تبعتوا معنا الطريقه نتوما غادي تشوفوا. شتي فاش كتغسل راه كتولي على هذا الشكل هذا وكتشرب الماء. اصلا ملي كتغسلوها كتشرب الماء، يعني تغسلوها وتخليوها شويه وتصفيوها دغيا كطيب. صافي كيف قلت لكم غنزيدو عليها غير شويه ديال الملحه وغادي نحركوها ونديروها في الكسكاس باش تبخر. والبلبوله راها صحيه بصراحه، البلبوله ديال الشعير راه كتجي غزاله في كسكسو ولا في الخبز، كتجي رائعه بزاف. صافي دابا التفويره الاولى غادي نعاودو. كيف قلت لكم حنا هاد البلبوله عاودناها تقريبا 4 المرات عاد باش تسكات، يعني خصها تفور مزيان. طبعا ملي كتسقى هكا بالماء كتخليوها حتى كتشرب مزيان، عاد كنعاودو نفوروها. ماشي ديك الساعه كنسقيوها وكنفوروها، كنديروا ليها الماء ونرشوها ونحركوها ونخليوها شويه حتى كتشرب مزيان كتنشف. عاد كنديروها تفور باش كطيب مزيان وكتجي لذيذه. ودابا غادي نزيدو الخضره اللي بقات عندنا، غادي نديرو بطاطا. المهم كيف قلت لكم الخضر اللي متواجده عندكم ديروها. فلفله حاره ضروري طبعا اللي كيعجبو الحار، اللي ما كيعجبوش راه ممكن ما يديرهاش.
التصفيره الثانيه حنا راه عاودنا كيف قلت لكم بنفس الطريقه 4 ديال المرات، وكتخليوها يعني تطلع فيها التصفيره مزيان. دابا حنا تقريبا راه عندنا موجوده كيف قلت لكم، عاودناها 4 ديال المرات، زدنا شويه ديال السمن في المريقه ديال الكسكسو. دابا غادي نسقيوها. ما صورتش لكم يعني التفوار كله، صورت لكم غير جوج المرات، ولكن راه كنتبعوها بنفس الطريقه، والمره الاخرى كنعاودوها بشويه ديال الزيت وكنديروها تفور. صافي فاش كطيب وكتسالي دابا كنحطوها هكا، كنديروا فيها شويه ديال المرقه ديال الكسكسو وكنحركوها مزيان، عاد كنسقيوها باش ما كتجيش ناشفه. وحتى المريقه فاش كتدخل مع البلبوله كتعطيها واحد المذاق زوين. صافي دابا غادي تسقى. طبعا انا اللي ما كيعجبوش القديد راه ممكن يديرها غير باللحم يعني عادي. اغلبيه الناس ما كياكلوش القديد، ولكن انا كيحمقني القديد. الاكله المفضله عندي هي القديد. وهذا هو الكسكسو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وجمعه مباركه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر بوصفه جديده. مع السلامه.